من نبوغ. ومن الأفذاذ الذين أنجبتهم ملاعب كرة القدم السعودية لاعب سعودي عربي دولي شق طريقه بإخلاصه وتفانيه ومثابرته، وقبل ذلك وبعده بتوفيق الله له هو نجمنا ماجد عبد الله، الذي تميز إضافة إلى لمعان نجمه الفني بدماثة خلقه وحسن سلوكه وانتظامه في برنامج مدروس، مما يعطي نموذجا ناجحا للاعب كرة القدم. وعندما أشيد بموهبة ماجد الذي ساهم بعطائه وجهده في سبيل رفع راية وطنه خفاقة، فإنني أشيد بكل عطاء شباب بلادنا وإخلاصهم. مستر بوشيتش هذيك الأيام طلب من نادي النصر يجيب عدد من اللاعبين. قلنا له يا أخي عندنا احنا لاعبين ممتازين موهوبين كذا كذا. قال زي مين؟ قلنا له زي يوسف خميس وزي ماجد عبد الله. قال ابدا الان انا مش فرصتهم. قلت طيب مستر بوشيتش انا مستعد اراهنك واترك لهم مجال انهم يثبتوا وجودهم. قال لي تراهني من ايه؟ قلت من اي شيء تبغاه. قال مثلا قلت مستعد اراهنك من ريال موقعه انت اذا ماجد برز ويوسف خميس برز واصبحوا نجوم السنه هذه، فانت لو سمحت اذكر المناسبه ووقع لي على ريال واحد فقط لا غير، واذا ما اثبتوا وجودهم وخسروا كذا انا مستعد ادفع لك 50,000 ريال. قالوا موافق. انا طبعا لما قلت الكلام مستر بوشيتش مؤمن بموهبتهم، مؤمن انهم لاعبين جيدين، بس يرى فرصتهم بعد سنتين. انا نفس الشيء، مؤمن لاعبين ممتازين وجيدين، بس ارى ان فرصتهم الان مش بعد سنتين. مر الموسم، ماجد رفع الرأس وكان عند حسن الظن مع زميله يوسف، فسألته لما انتهى الموسم فين الريال يا مستر بوشيتش اللي بتوقع لي عليه؟ فقام وقع لي على الريال هذا اللي في توقيعه بالحالة واعطاني اياه. قلت له لا، انت لازم تذكر المناسبة وتوقع لي على الريال. فطلع لي ريال ثاني وذكر في المناسبة اللي هو هذا الريال بتوقيع مستر بوشيتش. ماجد يعني ما أعرف هذه هل تعتبر مدحة له شخصيا أو ذم له شخصي، لكن ماجد يتميز بالبرود الشديد، بمعنى آخر أنه يجوز أمامه مباراة تجريبية مع فريق عادي جدا مجرد المباراة للتمرين، أو مباراة مع منتخب على فاينل على نهائي كأس أو شيء. بالنسبة له المباراتين بياخذها بنفس الاستعداد النفسي، بمعنى لا يكون هناك تراخي في المباراة الأولى لضعفها أو يكون مشدود أكثر من لزوم المباراة القوية اللي بياخذها. أيضا نلاحظ فيه شيء أنه إذا لعب مباراة وكان غير موفق فيها، أضاع أهداف بالجملة في المباراة، أو أدى مباراة وحقق أهداف بالجملة، نجد بعد المباراة هو ماجد لم يتغير. فترة أفاجأ بماجد عبد الله يزورني في البيت هنا، وقال لي أنا أحب أسلم وأشكرك على كل اللي مضى من دعم ومن تشجيع لي، وأنا الحقيقة أحب أقدم لك شيء بسيط، شيء أنا حسيت أنك أنت تستحق أنك تاخذه. فقلت له إيش هو ماجد؟ فالتفت وطلع علي الميدالية اللي حصل عليها في سنغافورة في كأس الأمم الآسيوية، الميدالية الذهبية. أنا أعتقد الميدالية هذه بدون شك، بغض النظر عن أنها ميدالية ذهبية أو حتى كانت برونزية أو فضية، ولكن المعنى الكبير اللي تحمله هو يدل على شخصية ماجد عبد الله.